ابسود 4 قررت ان انا اشارككم في وجبه الشيت ميل بتاعتي واوريكم بوظت الدايت ازاي وعبيت الكاروشه ازاي، فتابع الفيديو للاخر ويلا بينا على ديب تشيز اللي في مصر الجديده. المكان طبعا تحفه جدا وكان فيه قعدات اندور وطبعا فيه قعدات كمان فوق، فطلعنا ان احنا نستكشف المكان ونشوف احنا والشباب مع بعض هو عباره عن ايه. فاخترنا القعدات اللي تحت ورايقه كده وقلت اخد سيشن كده للشباب كده اصورهم وندخلهم معانا في الفيديو. وتعالوا نبص على المنيو بيقول ايه. المنيو طبعا مليان باصناف لو حب يعرف الاسعار، وفي عروض على البيتزا والبرجر اللي هنشوفها في الفيديو. بعد ما طلبنا الاوردر بقول اتوقع الاوردر هياخد قد ايه مثلا، وسبت كل حاجه وقررت ان انا اقرا الكالوريز الموجوده على الكاتشب واشارك علي فيصل حتى هو ما ضحك معايا اصلا. فقررت احترم نفسي لغايه ما الاوردر ينزل. واول اوردر نزل وهي الطاسات، وكان اول طاسه معانا اللي هي الماك تشيز بالفراخ الكريسبي. خدنا كده اول واحده قلنا ما يمشيش معانا الشوكه، هات معلقه يا باشا، بس ما لقيناش معلقه وقلنا نكمل كده. شوف الماك تشيز وهي كده بغرقانه في الجبنه يا جدعان، كان انا حسيت ان انا بتمزج كده وبتدلع مع الحاجه. تاني حاجه معانا وهي المكرونه الوايت صوص، دي كانت بالنسبه لهم سبيشال في المكان اصلا. ركز معايا كده على الصوص هتلاقيه تقيل مش خفيف، وكنت خدت اول واحده كده بستوعب هو في ايه. طب اخد واحده تانية، المكرونه دي جامده يعني. ندخل على الطاجن اللي خضني ده، كان عباره عن مكرونه وكفته كده متغلفين بعيش كده تركي، حرفيا كان حوار. انا سبت اصلا كله واكلت العيش من كتر حلاوته. حته العيش كده بحته كفتايه وبالهنا واللي اشتفي، ووصلت الزلطايه كده. وخش بقى على المكرونه، انا مش من محبين الصوص الاحمر بس هو حلو الصراحه، واي حد بيحب الحاجات دي هتعجبه جدا حرفيا. ندخل على اخر طاسه عجبتني واللي كانت الماك تشيز بالشيتوس يا جدعان. انا كنت بدوخ مع المعلقه دي، انا اول ما اكلتها لا انا البتاع كانت جامده جدا، والصراحه اكلت منها لما زهقت. ولو كان عليا واعرف اخد واحده البيت كنت خدت، بس الدايت بقى يا جماعه. ندخل على عرض البرجر واللي هي 4 سندوتشات زي ما انتم شايفين، فرايد تشيكن متدلعين، ويلا بينا نجربهم واحده واحده كده ونشوف طعمهم مع بعض. وجهز جلافزتك كده وخش على المعركه. اول واحد معانا كان بصوص البيك تيستي كده، ويلا بينا نشوف كده الطعم كده كان في حته تانية. فرايد تشيكن نظيفه، انت مش متخيل ازاي انا متمزج مع الاكل. نسيب ده وندخل على اللي بعده. تاني سندوتش وكان البرجر الاوريجينال بتاع المكان، عباره عن فرايد تشيكن وخس وخيار مخلل. هو كان حلو اوريجينال وفراخه حلوه، لكن كده كده وما فيهوش اي اضافات. فندخل على اللي بعده. ده بقى حته تانية، كان بصوص الباربيكيو والجبنه وحته تركي كده في النص. الجبنه يا جدعان بتبظ مع كل قطمه يا جدعان، كان حلو جدا بصراحه من غير اي مبالغه. وندخل على اخر واحد واللي هو كان بصوص الرانش، وده يعتبر من افضل الصوصات اللي انا بحبها في حياتي. انا باخد القطمه من الصوص ده بحس ان انا في حفله مش باكل سندوتش يا جدعان، برقص سلو انا وهو. وصلنا لاخر سندوتش وبرفكتو. ندخل على البيتزات يا باشا، وده كان عرض ال3 بيتزات مع بعض، بس علي فيصل استعجل واكل منها على طول. وندخل على اول بيتزا معانا وهي كانت بالمارجريتا، وكانت عجبتني جدا. اول ما خدت اول قطمه مش عارف كده حسيت ان انا اتمزجت. بس ندخل على اللي بعده وكانت الثانيه بالتشيكن رانش. انا عايزك يا عزيزي المشاهد كده تمتع نظرك معايا وانا باخد القطمه دي كلها حنيه، والله ولا كاني حمد الوزير وانا باكل في اكلتي. حتى علي فيصل بص لي كده قال لي انت في ايه، بس انا عشان اتمزج كده قمت قايل له هات لي صوص الرانش كده وما تكملش غير بكده، وخد يا باشا كده القطمه دي كلها دلع. ندخل على اخر حاجه وكانت بيتزا بالباربيكيو. انا عايزك اهم حاجه تمتع نظرك معايا، بس احنا مش كفايه كده، لا احنا هنكمل على اللي بعده، لانه معانا عرض بيتزتين، واحده المحل هو اللي بيعملها والتانيه بالسي فود. بتاكل بيتزا مع فوسفور واضرب في العالي على طول، ووصلت على طول الزلطايه في حته الجمبريايه دي وكلها دلع يا زميلي. ندخل على حته الموتزاريلا ستيكس دي وهي بتمط معايا كده، ودي كانت اول علاقه حب تنشا بين انسان وجبنه، بس كفايه كده. وندخل على البيتزا اللي هي المحل هو اللي بيعملها بالصوصات الخاصه بيه، وطبعا ما احتاجش اقول لكم انها كانت ناقصه الصوص بتاعي وهو صوص الرانش، والا كانت كملت وكانت احلى بيتزا في العالم. تعالى بقى اقول لك ازاي تتمزج على طريقتي انا، وزي ما انت شفت تزلط الزلطايه كده على طول وما تفكرش. وعلي فيصل كان بيتخانق معايا مفكرني ان انا مش هاكلها، بس قلت له افتح بقك كده هو واحمد وزلطوها مع بعض. وندخل على الحلو اللي ضميري اول ما شافه وجعني كده وقمت سايبه على جنب، بس قلت تعالوا خدكم كده لقطه جوعني وعايزك تفكس يا عزيزي المشاهد. ودي كانت سفرتنا النهارده، واستنوني في ابسود 5 واحنا بنحرق الكلام ده. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي.